شيماء، يا شيماء، انت يا شيماء. الو. ايوه يا عماد. انت فين يا هانم لحد دلوقتي؟ انا في دريم بارك يا حبيبي. ما انت عارف لو ما اتمرجحتش في دريم بارك بيجرالي حاجه. وكمان ليكي نفس تهزري؟ انت فين لحد دلوقتي بقولك؟ هكون فين يعني يا عماد؟ مهروسه جوه المترو وجايه في السكه اهو. انا جعان جعان يا هانم، وانت لسه ما رجعتيش لحد دلوقتي، ومفيش اي حاجه في البيت تتاكل. طيب بقول لك ايه يا حبيبي، ادخل نام لك ساعتين اكون رجعت وعملت الاكل. ماشي، باي بقى. هركب الصاروخ واجيلك. صاروخ؟ الوليه ليها نفس تهرج وانا هموت من الجوع. ماشي يا شيماء، ان ما ركبتك صاروخ يوديكي لامك ما بقاش انا عماد. شيماء قفلت التليفون وسرحت لما كانت مخطوبة لعماد. عماد حبيبي، وحشتني قوي، بقالي اسبوع ما شفتكش. ازيك يا شيماء يا قلبي؟ انا جاي في السكه، اجهزي علشان هنخرج بسرعه. بجد يا عماد، انا مش مصدقه نفسي. انت اول مره تخرجني من ساعه ما خطبتني. هتوديني فين بقى؟ لا دي مفاجاه، مش ناوي احرقها. شيماء طبعا كانت بتتنطط من كتر الفرحة إن عماد أخيرا هيخرجها وتتفشخر بقى قدام صحباتها وأهلها. شيماء لبست اللي على الحبل زي ما بيقول وزوقت نفسها على الآخر. وجه عماد وسلم على مامتها وباباها، كان مستعجل. يا ابني اقعد اشرب حاجه ولا كل لقمه. معلش يا طنط، انا مستعجل، احسن الميعاد كده ممكن يروح علينا. ميعاد ايه يا ابني؟ في اللحظة دي جت شيماء من جوه. ها، يلا يا شيماء. يلا يا مودي. احنا هنروح فين يا عماد؟ هنركب المترو. على فين؟ محطة السيدة زينب يا شوشو. اصبري بقى هقطع التذكرة. شيماء سكتت وقالت بلاش أسأل كتير علشان أتفاجئ، أنا نفسي أتفاجئ قوي. شيماء وعماد ركبوا ونزلوا المحطة المنشودة ومشوا شوية حلوين، وفجأة لقت نفسها قدام مستشفى. حبيبي، هو احنا جايين هنا ليه؟ مش قلتلك هفاجئك؟ انا متفاجئة جدا، بس عاوز اعرف، هما فتحوا كافيه جوه المستشفى وقلت توديني فيه يعني مثلا؟ بيقدموا عصير في ازاز المحلول، ولا بيدوا الناس القهوة في سرنجات، ولا بيقدموا الاكل على ترابيزة العمليات يا عماد؟ ولا اقولك انا فهمت، هما فتحوا ملاهي وبيزحلقوا الناس في اوض الاشعة. ايه الهبل اللي بتقوليه ده يا شيماء؟ كافيه ايه وملاهي ايه؟ احنا جايين نزور خالتي علشان عاملة عملية ولازم تيجي تشوفيها برضه، ولا امي هتقلب عليكي؟ غلطان انا؟ شيماء بعد ما عماد اتكلم كانت حاسة ان الدم ضرب في نافوخها وهيجيلها جلطة منه من عمايله فيها. طيب إلهي يا عماد، عربية تسفلتك والناس ما تاخدش بالها منك ويروحوا ويجوا عليك بالجزم. يعني يا وكستي. شيماء رجعت وجابت الخضار وطلعت جري على البيت علشان تلحق تخلص الأكل قبل عماد ما يصحى، ودخلت على المطبخ وبقالها يا عين أمها ساعة ونص واقفة على رجليها ما قعدتش، وفجأة لقت عاصفة الصحراء داخلة عليها. ايه يا هانم، انت لسه ما خلصتيش الاكل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في إيه يا حبيبي؟ مش شايفني وأنا بعمل بروتة في قلب المطبخ حوالين نفسي وعمال أعمل في الأكل؟ حاضر يا عماد، حاضر، هخلص الأكل، حاضر. بروتة؟ انت بتهزري يا هانم، وانا هموت من الجوع بجد. عماد، أهزر بدل السكينة من غير ما أقصد تخش في بطنك تطلع من مناخيرك من غير ما أقصد. استهدى بالله كده يا حبيبي واقعد ربع ساعة والأكل هيكون على الترابيزة.
طبعا شيماء خلصت وأكلت عماد اللي كان فاضل له تكة وهياكل دراعها. لقد تم شحن الكرش بنجاح. مفيش بقى، تسلم ايدك يا شوشو. ها، على ايه ان شاء الله؟ على تأخير الاكل؟ وانا كنت هموت من الجوع يا شيخة. إلهي يجيلك ويحط عليك يا عماد يا ابن ام عماد يا رب. يا انا وكستي. شيماء بعد ما خلصت كل شغل البيت قعدت قدام التلفزيون في الروقان بتتفرج على نور ومهند وسرحانة مع مهند وبتتحسر على زهرة شبابها اللي اتحولت لبرسيم مع عماد. وفجأة لقيته داخل عليها. شيماء يا شيماء. ايه يا عماد، في ايه؟ بقالي ساعة بنادي، سرحانة في ايه؟ هكون سرحانة في ايه يعني؟ بتفرج على المسلسل. خير خير يا عماد، اوعى تقولي ان المخزون الاستراتيجي من الاكل اللي انت اكلته خلص. لا يا نصحى، انا عاوز كوباية شاي مظبوطة. شيماء قامت وهي هتفرقع من جنابها من عماد وعمايله السودة فيها، وبتلوم نفسها انها من ساعة خروجة المستشفى كان لازم تفسخ الخطوبة السودة دي. شيماء طبعا رجعت مدخنة وبتطلع نار من ودانها بسبب عماد. وأول ما دخلت من باب الشقة شافت مامتها مستنياها والابتسامة من الودن دي للودن دي. ايوه يا عم، لعبت معاك، شكلك راجعة مبسوطة. ايوه يا ماما، انا هفرقع من الانبساط، هيجيلي جلطة من كتر ما انا مبسوطة الصراحة. ارحميني يا ماما، انتي لو ما فسختيش خطوبتي من الكائن اللي اسمه عماد ده هموتهولكوا. في ايه يا بنتي؟ ده منظر واحدة راجعة من خروجة مع خطيبها. خروجة الهنا والسعد. انت عارفة يا ماما البيه كان موديني فين؟ اكيد مكان جميل زيك يا جميل. زيي؟ ليه يا ماما؟ وانا شبه الحقنة؟ حقنة؟ ليه؟ هو وداكي فين بالظبط؟ المستشفى. يا لهوي، ليه الفال الوحش ده؟ قال علشان نزور خالته المصون، احسن ام الكنتيسة ام عماد تغضب عليه. يا عماد يا ابن المفقعة. أم شيماء مش عاوزة تقول حاجة أحسن بنتها تصر على فسخ الخطوبة، وفي نفس الوقت مش عاجبها اللي عمله عماد. طب معلش يا حبيبتي، تلقاه عمل كده علشان اهله يحبوكي برضو، حبيته عقربة البعيد. عيب كده بقى، ده خطيبك برضو. ماما ابوس ايدك، مش عاوزة الخطوبة دي. انت اتجننتي يا بت؟ انت عاوزة تشمتي طنط اعتماد فينا؟ يعني هو انا علشان ما شمتش طنط اعتماد البس انا في عماد؟ بقولك ايه، استهدي بالله كده ورواقي، ده عين طنط اعتماد انا عارفاه راشقة في حياتنا. ما يلا يا شيماء، كل ده في كوباية شاي؟ حرام عليكي. شيماء رجعت من المطبخ وفي ايدها كوباية الشاي، لقت عماد جايب قناة الأغاني وبيتفرج على هيفا ومندمج. ايوه، هي دي الستات ولا بلاش. شيماء كان هيجيلها حول من اللي شافته. يانا وكستي. وتقوم شيماء زي كل يوم علشان تصحي وتلبس وتسرح وتعمل سندوتشات العيال. بس كل ده ما كانش بيتعب شيماء. اللي كان بيتعب شيماء معركة كل يوم الصبح وهي صحيان عماد. قوم يا عماد يلا، هنتأخر على الشغل. يا حبيبي قوم بقى، ده مش عاوز منبه، ده عاوز جرس كنيسة يصحيه، وكمان مش هيصحى. انا نفسي اعرف بس انت صوتك ليه دايما عالي؟ هو انت لو صحيتيني بالراحة هيجرالك حاجة؟ عماد يا حبيبي، هو انت متعرفش انهم في دار الاوبرا قالولي لازم تزعقي كل يوم على غيار الريق علشان صوتك يسلك؟ انت عارف بقى مواهبي في الغنى الاوبرالي. شيماء جا 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 شيماء جا جا جا. هو ده اللي انت فالحة فيه، التريقة وبس.
أحسن ما طق يا عماد. ونزلت شيماء الشغل علشان تبتدي طحنة كل يوم، وافتكرت عماد وهو جاي يصالحها بعد الخروجة الكارثية بتاعت المستشفى. طبعا فاكرينها. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله يا طنط. كده برضو يا عماد؟ تزعل شوشو حبيبتك دي، يا عيني مقهورة من اللي انت عملته فيها. ليه كده بس يا طنط؟ ده انا بحبها والله، بس هي دايما اللي بتفهمني غلط. عموما انا جاي النهارده هو علشان اصالحها. شيماء جت من جوه وهي على اخرها من عمايل عماد فيها، ومش طايقة حتى تبص في وشه. نعم يا عماد. أفندم، عاوز ايه تاني؟ انت ليك عين اصلا تيجي هنا بعد اللي حصل؟ ايه الوش اللي انت مقابلاني بيه ده يا شيماء؟ ليه كده؟ اخص عليكي، وانا اللي جاي علشان اصالحك. شكرا يا عماد. وهتصالحني ازاي بقى ان شاء الله؟ ده انا هخرجك خروجه ما تحلميش بيها. شيماء لما سمعت كلمة هخرجك لقت عينيها الشمال بترمش لوحدها، ومناخيرها ابتدت تترعش. اكيد هتقولي مفاجأة طبعا. ايه ده؟ عرفت منين؟ لا، ما انا فهمت دماغك خلاص. انا عرفت الدماغ دي بتفكر ازاي. اكيد ناوي توديني المرة دي مشرحة زينهم علشان اتعظ يا عماد، مش كده ولا ايه؟ لا والله، دي خروجه بجد وجداني. انا جاي علشان ابسطك، صدقيني هبهرك. يا خوفي منك يا عماد يا ابن ام عماد. وطبعا تحت ضغط من ام شيماء وافقت شيماء، وهي خايفة من عماد وخروجاته المهببة. ها يا عماد، هنركب المترو؟ لا طبعا يا حبيبتي، انا هطلب اوبر علشان عيونك يا جميل انت. وفعلا جت العربية وركبوا ووصلوا المكان شيك جدا، وقعدوا على ترابيزة شيك جدا. كانت شيماء هتموت من الفرحة، وجه الجرسون واداهم المنيو. عماد أول ما بص في المنيو وشاف الأسعار طلع نار من ودانه وما استحملش. حبيبتي، انت شايفه الاسعار عامله ازاي؟ انت شايفه اللي انا شايفه؟ مالها يا عماد؟ ما هي زيها زي اي مكان عادي. لا عادي؟ عادي ايه يا شيماء؟ يلا يلا بينا بسرعه من هنا. انا مش هدفع ولا مليم احمر في المكان ده. ده ايه ولاد الحراميه دول؟ على جثتي افضل هنا. يلا قومي قومي، يلا ننفد بجلدنا بسرعه. وقامت شيماء فعلا وهي متنكدة وعلى آخرها. ما تزعليش يا حبيبتي، هبسطك اخر انبساط، والله لابسطك. ده انا هاكلك سندوتشات كبده من عند عبده نتانة، تاكلي صوابعك وراها يا قلبي. شيماء كانت هترجع وهي بتسمعه، وأخدها عماد فعلا وراحوا عند عبده النتانة وجابوا سندوتشات. وشيماء كانت على وشك إنها تفرقع في وشه زي القنبلة النووية. ها، خلصت يا عماد وجبت السندوتشات اللي انت عايزها؟ لا، وكمان حاجة ساقعة. لا، ده انت صارف ومكلف. تقدر تقولي بقى هناكل فين؟ على الرصيف؟ رصيف ايه يا بنتي؟ لا طبعا يا شيماء، انا وش كده؟ عماد حبيبي، انت كده نفسه. ده انا هبهرك. اكتر من كده، ده انا ممكن اموت في ايدك. عماد أخد شيماء ودخلوا وقعدوا في جنينة، وعماد فتح الأكل وابتدى ياكل، وهي يا عيني قاعدة قرفانة من المنظر. كلي يا شيماء، ما بتاكليش ليه؟ شيماء مدت ايديها ومسكت الساندوتش ولسه هتاكل يا عين امها، نط عليها قط سمين وخطف منها الساندوتش. ويا عيني عليها كانت هتموت من الرعب وهي شايفة قطيع من القطط حواليها مستنيين الفرصة علشان يهجموا.
يلا بينا بقى يا عماد، كفاية كفاية لحد كده. طب مش نشرب الساقع الأول؟ هو في أسقع منك يا عماد؟ قولي، في أسقع منك؟ روح يا شيخ، منك لله. يانا يا وكستي. انت فرفورة أوي يا شيماء على فكرة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. وخلصت شيماء شغلها وروحت وعملت الروتين اليومي ونيمت العيال، وكانت خلاص على آخرها. يا ضهري، مش قادرة، خلاص تعبت. ها يا شوشو، العيال ناموا خلاص؟ ناموا الحمد لله، بعد ما جننوني وطلعوا عيني. طب ايه؟ هو ايه ده اللي طب ايه؟ لا ما تستعبطيش، انت وعدتيني. والنبي يا عماد سيبني في حالي، انا مش قادرة اقوم من مكاني. وانا بقى ماليش دعوة، انا بقالي اسبوع بتحايل عليكي تعملي لي صينية الكيكة اللي نفسي فيها، وكمان دلوقتي العيال نايمة وانا هستفرد بالصينية كلها لوحدي. يلا بقى يا شوشو، قومي، كرشي يناديكي. صبرني يا رب. يانا يا وكستي. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اكيد عاوز يعرف الغدا ايه النهارده، ولا في وصلة نكد نسي يسمعها لي. الو، ايوه يا عماد. الو، ايوه يا شيماء، انت فين يا شيماء؟ في الشغل يا عماد. يعني هكون فين؟ في مولد السيدة. بس صوتك ماله يا عماد؟ فيك ايه؟ بقى انا بطلع في الروح وانت بتهزري، منك لله. يا لهوي، مالك؟ فيك ايه يا عماد؟ انت فين دلوقتي؟ انا في البيت يا هانم، تعبت قوي وروحت، ده انا رجعت البيت بأعجوبة. الحقيني يا شيماء، انا بموت. يا خبر، طب خليك عندك، انا هجيب لك دكتور واجي حالا. شيماء قامت تجري من على المكتب وهي مخضوضة ووشها أصفر. قابلت نجلاء صاحبتها. مالك يا شوشو، عاملة كده ليه؟ الحقيني يا نجلاء، عماد بيموت. انت بتقولي ايه؟ شيماء راحت وجابت الدكتور وجريت على البيت علشان تلحق عماد قبل ما يطلع أنفاسه الأخيرة. اتفضل يا دكتور. الدكتور دخل وابتدى يكشف على عماد. أستاذ عماد، قول لا معلش، نتعبك معانا. قول طويلة شوية. طويلة شوية. أستاذ عماد، قول بعد إذنك. ما بالراحة عليه يا دكتور، انت مش شايف حالته عاملة ازاي؟ والدكتور خلص الكشف ولما أدواته في شنطته وابتدى يكتب الروشتة. شيماء أخدته برا الأوضة علشان عماد ما يسمعش حاجة. خير يا دكتور؟ اكيد الحالة خطيرة، علشان كده حضرتك مش عارف تقول ايه. ارجوك ما تخبيش عليا، فاضله قد ايه؟ ربنا يقويك يا مدام. يا لهوي، هو خلاص بيودع؟ يا مدام ربنا يقويك على ما بلاكي، جوزك ما عندوش حاجة. ما عندوش حاجة ازاي؟ امال الحالة دي ايه يا دكتور؟ ده صوته مش طالع. ده دور برد يا مدام. ايه، دور برد؟ أيوة دور برد، وعادي جدا كمان، بس الظاهر كده جوز حضرتك بيحب يتدلع شوية. يتدلع؟ طب إلهي يتدلع على نار البوتاجاز البعيد. معلش يا دكتور، أنا متأسفة تعبتك معايا. ومشي الدكتور ودخلت شيماء على عماد الأوضة وهي مش طايقة تبص في وشه. ايه يا شيماء، في ايه؟ الدكتور قالك ايه؟ وما تخبيش عليا، انا فاضلي قد ايه؟ انا مش عاوز اموت يا شيماء. يا خسارتك في الموت يا عمدة. يومين. يومين بس؟ يومين وموت؟ يا لهوياني، يومين يا شيماء واسيبك انتي والعيال. يومين ليا أنا يا عماد، واسيبك انت وعيالك واطفش ومش هتعرفولي طريق جرة.
ليه الكلام ده يا شيماء؟ ده انا بموت. بتموت من دور برد يا أخي، ارحم. برد؟ انا عندي برد؟ يا بختي المايل، دور برد وعادي كمان، يعني شوية ليمون هيخلوك زي الحصان. الله، انت رايحة فين وسايباني تعبان كده يا هانم؟ رايحة أعمل لك ليمون يا عماد. شيماء حطت المية في الكتل علشان تغلي وسرحت. لما كانت هي اللي تعبانة عمل معاها ايه عماد؟ شيماء وهي واقفة في المطبخ من غير ما تقصد كوباية الشاي اتدلقت على ايديها وهي سخنة وبتغلي. صرخت بصوتها كله من الوجع وجري عليها عماد وهو مخضوض. مالك يا شيماء؟ في ايه؟ الشاي اتدلق عليا، الحقني بمية ساقعة. عماد جري وجاب التلج وحطه، وشيماء يا عيني مش قادرة، قعدت تحط تلج ومراهم. بعدها بساعتين جالها عماد. هاي شيماء، ايه الاخبار دلوقتي؟ الحمد لله أحسن. طيب الحمد لله. هو الغدا ايه النهارده يا شوشو؟ غدا ايه يا عماد وانا ايدي كده؟ مالها؟ ما هي زي الفل اهي، بس انت بتحبي بس تشوفي غلاوتك عندي. غلاوة ايه دي؟ انت شايف قدامك حرق ولا تاتو؟ يا عماد ارحم. سابته شيماء ومشيت وهي هتطق من جنابها منه ومن كرشه اللي ما بيبطلش سؤال عليه. اتفضل يا عماد، اشرب الليمون، اشرب يا حبيبي مطرح ما يسري. مش قادر، مش قادر ارفع ايدي يا شيماء. شربيني انت مش شايفة انا متكلفت ازاي بالبطانية؟ شيماء بصيت له وكان هاين عليها تدلق عليه الليمون المغلي. منك لله يا طنط اعتماد انت وعماد. تاني يوم من معاناة عماد مع دور البرد وشيماء بتلبس علشان تروح شغلها، ما هو ملهاش لازمة القعدة في البيت، وعماد قرب يجيب لها كساح من كتر الطلبات. انت بتلبسي ورايحة فين يا هانم؟ رايحة الشغل يا عماد، يعني هروح فين على الصبح؟ المراجيح؟ يا شيخة انت ليكي نفس تهزري وانا بموت قدامك. تموت ايه يا عماد؟ ما انت زي الفل اهو يا بابا، هو الوهم اللي راكبك. الهي يركبك عفريت احول يا شيخة، انا تعبان، انا بموت. انت عاوز ايه دلوقتي يا عماد علشان نخلص من الموشح ده؟ تقعدي معايا، ما هو انا مش هقعد لوحدي وانا تعبان كده. تعبان يلوشك يا بعيد. حاضر يا عماد. طيب تعالي اعدليني حاضر. وحضري لي فطار يرم عظمي، حاضر. مش جبنة ومربى وكده. امال ايه يا عماد؟ فرخاية تكون حلوة زيك كده، ومعاها شوية شوربة علشان الدموية ترد فيا. هتفطر فراخ يا مفتري؟ مش عيان وصاحب مرض ولا انت مش عاوزاني اخف؟ لا ازاي، انا هروح اعمل لك الفطار حالا قبل ما تقع مني. يعني يا وكستي. وبعد يومين من معاناة شيماء طبعا وطلبات عماد اللي ما بتنتهيش. شيماء يا شيماء. جاية. ايوه يا عماد، عاوز ايه؟ خير، لسه ما خلصتش الكوارع اللي هترم عظمك اللي مش بيترم علشان تخف ونخلص من الحجر الصحي ده. انا بندهلك علشان اقولك جهزي شوية حلويات على عصير وحاجة ساقعة. ويا ترى ده تبع رم العظم برضو؟ لا يا ام العريف، زمايلي جايين يطمنوا عليا وانا معرفتش اوزعهم. ودول هيشرفونا امتى؟ بعد الظهر يا حبي. ماشي يا قدري. وبعد الظهر رن جرس الباب وفتحت شيماء علشان تستقبل أصحاب عماد، وشيماء بترحب بيهم لقت صاروخ أرض جو داخل عليها. شيماء يا عيني متنحة. عماد سلم على الكل وشيماء مسحولة شاي وحاجة ساقعة وكيكة والذي منه ساعتين يا عيني لما تهد حيلها. وجه وقت الإفراج، قصدي رحيل الأصحاب. معلش يا شيماء، وصلي الجماعة لحد الباب احسن مش قادر. حاضر، اتفضلوا يا جماعة اتفضلوا. بس شيماء لاحظت حاجة، الصاروخ اللي كان معاهم ما خرجش. الله، هي راحت فين دي؟ ورجعت تاني عند عماد
لقيتها واقفة بتسلم على عماد وهي بتقوله باي باي يا عمدة. ومشيت الصاروخ من قدام شيماء وكأنها شفاف، وشيماء كانت عفاريت الدنيا كلها بتتنطط في وشها. مين دي يا عماد؟ دي سوسن. سوسن مين يا عمدة؟ دي زميلة جديدة عندنا في المكتب. وتاني يوم الصبح شيماء اتفاجئت بعماد وهو بيلبس ومهندم في نفسه. انت رايح فين يا عماد؟ انت مش قلت اجازة الاسبوع كله؟ اصل زمايلي قالوا لي في شغل مهم لازم يخلص. وبعدها بكام يوم شيماء كانت قاعدة في مكتبها وسرحانة على الآخر. يا شيماء، يا شوشو، هاي نحن هنا. ها، بتقولي حاجة يا نجلاء؟ ده انا بنادي عليكي بقالي ساعة يا بنتي، انتي سرحانة في ايه؟ مفيش، عادي، مشاكل كل يوم. لا، دي شكلها حاجة جامدة اللي تخلي شوشو مكشرة كده وسرحانة. قولي يا شوشو، سرك في بير. مفيش يا نجلاء، بالي مشغول شوية على عماد. ليه؟ مش هو الحمد لله رجع الشغل وبقى كويس؟ وهو ده اللي مجنني، انه رجع الشغل بسرعة، مش بعادة. ده غير احواله مش عجباني خالص من ساعة البت المفقعة اللي اسمها سوسن دي ما جت واشتغلت معاه في المكتب. ايه اللي مخليكي تقولي كده؟ ظاهر عليه اعراض غريبة. وايه هي الاعراض دي؟ بيسمع اغاني عاطفية. قديم ولا جديد؟ وهي تفرق؟ طبعا تفرق. قديم وجديد. وايه كمان؟ وسرحان على طول، وبقى مهتم بنفسه، وما بيرضاش يلبس الطقم إلا لازم يكون لايق على بعضه، مش زي الأول أي حاجة والسلام. والأهم واللي مخلي الفار يلعب في عبي من ناحيته، ايه؟ ها؟ ايه؟ ما بقاش بيسأل على كرشه يا نجلاء. لا بيقول فين الأكل، ولا اتأخرتي عليا في الأكل، ولا حاجة من دي خالص. أنا قلقانة يا نجلاء. تخيلي يا نجلاء، عماد بطيخة بيتقاله باي باي يا عمدة. أنا عاوزة أتأكد هو بيلعب بديله ولا لأ. أعمل إيه يا نجلاء؟ روحت شيماء من الشغل وداخلة البيت شافت آخر حاجة ممكن تتخيل إن عماد يعملها، لدرجة إنها فضلت واقفة مكانها 5 دقايق وما حستش من كتر الصدمة. عماد بطيخة ماسك بوكيه ورد أحمر وبيسمع إليسا، أجمل إحساس في الكون، وبيرقص مع البوكيه. بترقص مع البوكيه يا عماد؟ ده انت ما عملتهاش معايا يوم فرحنا. أجمل إحساس في الكون إنك تعشق بجنون وتحالي معاك. أجمل إحساس في الكون تقتل جوزك بجنون، وده إحساسي معاك. عماد اتخض حتة خضة أصله ما كانش واخد باله منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه يا شيماء، مش تعملي حس ولا أي حاجة؟ ما أنا ما قلتلكش، أنا واقفة بقالي ساعة، بس حضرتك كنت مركز مع إليسا يا ملك الإحساس. إيه الهليلة اللي أنت عاملاها دي؟ كل ده علشان بسمع إليسا؟ لا يا نحنوح، علشان بوكيه الورد ده انت عمرك ما دخلت عليا بحزمة جرجير. هو أنت تعرفي عني إني بجيب الحاجات دي برضو؟ أمال إيه يا ملك الإحساس؟ بطلي تريقة بقى، دول زمايلي في الشغل كانوا جايبين ليا حلاوة الشفا. زمايلك مين يا عماد؟ اللي بيجيبوا ورد دول مقشفين، دول بيخافوا يخشوا الحمام يجوعوا يا عماد. دي سوسن، علشان لسه جاية جديد، ما تعرفش ان مفيش بينا المجاملات دي. عماد لقى شيماء عينيها احمرت وحس بالخطر، لحق نفسه. بس انا فهمتها وقلت لها ما تعملش كده تاني. وهوب جري عماد على اوضه النوم قبل ما تصيبه لعنه من شيماء. وشيماء يا عيني كانت حزينه على حالها مع عماد وافتكرت ايام الخطوبه. شيماء كانت نايمه على السرير ومندمجه في الكلام مع عماد في التليفون. وحشاني يا حبي. انت اكتر يا عماد. ايه مش هتيجي بقى؟ ده انت بقالك 10 ايام مسافر.
اعمل ايه في امي؟ عجبتها القعدة عند خالتي ومش عارف اجي خالص. عارفة يا شوشو ايه اكتر حاجة مصبراني على بعادك؟ ايه يا حبيبي؟ اني عارف انك هتعملي لي صينية كيكة الشوكولاتة اللي بحبها لما ارجع. بقى هو ده اللي مصبرك على فراقي يا عماد؟ عموما ماشي. قولي بقى يا عمدة، انت هتجيب لي ايه معاك بمناسبة رجوعك؟ هجيب لك الاغنية اللي كل ما بسمعها بفتكرك. برغم انها مش هدية اصلا وعماد كان بيقول اي كلام، بس شيماء كانت فرحانة قوي انه هيهديها اغنية رومانسية. اغنية ايه يا عماد؟ قولي. لا دي مفاجأة بقى، وانت عارفة مفاجآتي. شيماء قعدت اسبوع تسمع كل اغاني الحب وتقول يا ترى انهي فيهم اللي بيفتكرني بيها عماد، وتسرح مرة مع سيرة الحب لأم كلثوم أو ميادة الحناوي هو بيحبها، يبقى أغنية أنا بعشقك. أكيد هي دي. ومن أغنية لأغنية تانية لحد ما اتصل عماد بشيماء وقال لها إنه جاي بكرة. وطبعا شيماء عملت كيكة الشوكولاتة اللي بيحبها عماد، ده هيهديها أغنية. وجه عماد وجت اللحظة اللي مستنياها شيماء وهي متحمسة بقى. ها يا عماد، ايه الاغنية اللي انت هتسمعها لي؟ عارف، انا بفكر نرقص عليها في الفرح، واخلي الدي جي كمان يقول انك بتهديني الاغنية دي، ولا احسن انت تغنيها لي في المايك؟ ايه رأيك؟ وعماد كان متنح ومش عارف يقول لها ايه، لانه ما كانش فيه اغنية اصلا. لما قال لها كده هو كان بيخلع منها بس، فافتكر ان في اغاني رومانسية كتير على التليفون، وقرر يطلع اي واحدة ويقول لها هي دي. ومسك تليفونه علشان يسمع شيماء الاغنية اللي هو مش مجهزها. استنى يا عماد، اجيب الكيكة علشان ناكل واحنا بنسمع الاغنية. وجريت شيماء على المطبخ وجابت طبق كيكة مليان على اخره لعماد، ورجعت كان عماد لسه بيدور على اغنية، بس هي اول ما دخلت داس على اغنية مكتوب عليها احلى الاغاني. شيماء كانت متشوقة جدا، وهوب يا روحي يلا عيبالك ماما كوني واكبر يا روحي يلا عمي النوم يا روحي يلا جايبالك ماما كوني واكبر يا روحي. هم النم يا عماد، بقى هي دي الأغنية اللي أنا مستنياك علشانها وبقالي أسبوع بحلم بيها؟ طيب خد بقى علشان تبقى تهم النم حلو قوي. روح يا شير، منك لله، انت وكرشك في يوم واحد يا بتاع هم النم. بقى أنا يا ابن المبقعة هم النم والشحرورة أجمل إحساس في الكون. اصبر عليا يا عماد، يا ترى أعمل فيك إيه علشان أنتقم منك؟ أحط لك سم واخلص منك خالص؟ هتسجن والعيال هتتشرد. طب أحط لك دواء إسهال أخليك مقيم في الحمام 4 أيام؟ علشان تعرف إن الله حق يا بطيخة. ما هي الحمارة دي لو تعرف إن اللي أخدته الهانم تاخده مساحة السلالم ما كانتش جريت وراك يا بطيخة. يا عماد، يا عمدة، يا ملك الإحساس. شيماء لما لقت عمدة نايم أو عامل نفسه نايم قررت إنها تمسك تليفونه علشان تفتش فيه زي أي زوجة مصرية أصيلة، بس للأسف لقيته عامل باسورد زي أي راجل مصري أصيل برضه، عارف إن مراته هتعمل مسح ذري للموبايل. ومن كتر ما شيماء كانت مخنوقة كلمت نجلاء علشان تفضفض معاها بكلمتين. ألو، ازيك يا نجلاء؟ اهلا يا شوشو، ها اخبارك ايه؟ زفت يا نجلاء، زفت، وعاوزة فرقع في وشه زي أي أنبوبة غاز من غيظي. ليه بس؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ ما انت كنتي كويسة.
شيماء حكت لنجلاء كل اللي حصل. رجالة ملهاش أمان صحيح. نفسي اعرف بس بيبص بره ليه؟ طب ما يبص جوه، ولا هو جوه وبره فرشتلك وانت مايل وايه يعدلك؟ على رأي طنط اعتماد كانت بتقول دايما ان كل الرجالة خاينة، بس فيهم اللي انكشف وفيهم اللي لسه. هدي نفسك بس يا شوشو، هما الرجالة كلهم كده صدقيني. بتبقى مراته كاملة متكاملة من كل حاجة وشايفة كل طلباته من كله، وبرضه بيبصوا بره ويلاقوا كمان مبرر لخيانتهم دايما، ويقولك الست دي طالع لها ديل وانا مراتي من غير ديل. وبيني وبينك يا شوشو، هو في حد اعمى غيرك يبص لعمات بطيخة؟ ما هو ده اللي مجنني يا نجلاء، الرضيت بالهم والهم مش راضي. يعني يا وكستي. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير يا شوشو، ايه اللي اخرك كده؟ اعمل ايه؟ طول الليل قاعدة براقب ملك الاحساس. بتراقبيه ازاي يعني يا شوشو؟ بتعملي ايه؟ بعمل زي اي زوجة مصرية اصيلة. نام يا حبيبي نام، وادبح لك سوسن كمان. نام نوم الظالم. شيماء سحبت تليفون عماد من تحت المخدة علشان تقلب فيه براحتها بقى، ولقيته عامل باسورد بصمة. بقى انت يا عماد يا بطيخة عامل بصمة؟ الله يرحم ابوك كان فاكر الكاتشب دم وبيقول قتيل يا بوي. شيماء بشويش جت تحط صباع عماد على الموبايل، واتحرك عماد وخافت احسن يصحى وسابته وطلعت جري. بقى انا ابويا كان فاكر الكاتشب دم. ماشي يا شيماء. وراح قالع شرابه وفتح التليفون بصباع رجله الكبير. لا ناصح يا واد. الله ما تضحكنا معاك يا عم الشباب. ها مفيش حاجة يا شيماء. طيب وريني كده. شيماء وبحركة مفاجأة هوب خطفت الموبايل من ايد عماد، ولقت شات بينه وبين سوسن طبعا، وكانت اخر حاجة كاتباها له ان الست المتجوزة بتبقى فاكرة نفسها غادة عبد الرازق وهي عبد الرازق نفسه. وعماد بقى كان بيضحك على الكلام اللي كاتباه سوسن. وهي المفقعة دي بقى هي اللي فاكرة نفسها حريم. دي لو شالت المكياج اللي على وشها مش هتعرفها. لا ومسمية الاكاونت بتاعها ايه؟ ذات الرداء الابيض فعلا، علشان هلبسهولك قريب. هاتي التليفون وبطلي جنان بقى. استنى بس كده يا سكر، هو انت مسمي نفسك ايه؟ مغرد في ليل الحب يا حنين؟ وبتغرد لمين يا عماد؟ طب دي لو سمعت صوتك وانت بتشخر ممكن يغمى عليها. ولو سمعت صوتك وانت بتاكل يا بلبل يا مغرد دي ممكن ترجع. بقولك ايه، هاتي الموبايل ده واجري روحي اعمليلي كوباية شاي وسيبك من التفاهات اللي في دماغك دي. وشيماء سابته وهي على اخرها، وهي واقفة وبتعمل الشاي سمعت عمرو دياب بيغني. الله، هما العيال بيسمعوا اغاني ومش بيذاكروا؟ والله لطين عيشتهم. وهي خارجة من المطبخ لقت عماد مشغل عمرو ومندمج معاه جدا. بقى عماد بطيخة بيسمع عمرو دياب كمان. الله يرحم ايام هم المام. يعني يا وكستي. معلش يا شيماء، ربنا معاكي يا رب، يا رب تشوفوا قرد وتبعد عنه. قرد اكتر من كده؟ حرام عليك يا نجلاء، انت بتدعي ليا ولا عليا؟ عارفة يا نجلاء اللي قاهرني اني انا وانا بنت كنت بحلم بواحد رومانسي زي مهند في مسلسل نور، ولا واحد عنيد زي امير في مسلسل عاصي، ولا واحد شهم كده زي كريم في مسلسل فاطمة. لكن انا طلالي عماد كرشو يا نجلاء.
ربنا يصبرك يا روحي. عماد كان قاعد ومعاه التليفون، وكل شوية يبص على المطبخ يشوف شيماء جاية ولا لأ، وهاتك يا كلام مع سوسن. وفجأة لقى ابنه هيثم جاي عليه وبيقول له: بابا يا بابا، مش أنا شاطر؟ طبعا يا حبيبي. أصلي ما بحبش أفتن على حد يا بابا، مش كده أنا بقى حلو؟ ايوه يا حبيبي طبعا. أمال صورة مين اللي كنت بتتفرج عليها دي يا بابا؟ دي صورة من على النت عادي، بس والنبي احسن امك تسمعك. سبحان الله، دي شبه طنط المزة اللي كانت هنا، اللي معاك في الشغل. هتوديني في داهية. لا مش دي، مش هي، دي واحدة تشبهها. تشبهها، وانا اللي كنت فاكر انها هي. صحيح يا بابا، عاوز اسألك سؤال. مش هنخلص، اتفضل، عاوز تسأل في ايه؟ هو يعني ايه خيانة يا بابا؟ ايه؟ وانت سمعت الكلمة دي فين يا هيثم؟ سمعتها من ماما، كانت بتكلم تيتا اعتماد وبتقول لها ده جزاء الخيانة. ايه؟ يا خبر، طب احكي لي من الاول كده يا هيثم. مش احنا قلنا ما نفتنش على حد وكده نوتي؟ عاوزنا ابقى نوتي يا بابا؟ لا يا حبيبي لا، انا محبش تبقى نوتي طبعا، بس يا خسارة، كنت هخليك تجيب شوكولاتة جالاكسي اللي بتحبها. الحجم الكبير؟ الحجم الكبير. انا سمعت ماما وهي بتكلم تيتا اعتماد وبتقول لها ايه يا هيثم؟ بتقول لها ايه؟ هو انت عملتي ايه في عمو سلام الله يرحمه لما خانك؟ وتيتا اعتماد قالت لها ليه، هو الموكوس عماد بيخونك؟ فماما قالت لها لا، ده انا بسأل وباخد خبرة يا طنط. وهي ما لقيتش حد تاخد منه خبرة غير طنط اعتماد، دي خلت جوزها جاله تبول لا ارادي لحد ما جابت اجله. بابا يا بابا، انت بتكلم نفسك؟ ايه؟ لا يا حبيبي، روح انت، ادخل اوضتك دلوقتي. طيب والشوكولاتة يا بابا؟ اتفضل، خد هات اللي انت عاوزه. ومشي هيثم وهو في قمة سعادته. عماد كان قاعد سرحان وخايف، وفجأة لقى شيماء داخلة عليه بكيكة الشوكولاتة اللي بيحبها. ايه ده؟ دي كيكة يا حبيبي. وانتي من امتى بتعمليها من غير ما تحايل عليكي؟ هو مش كتر خيري يعني؟ لا كتر خيرك وتسلم ايدك كمان. طيب كويس، اتفضل الكيكة. عماد أخد الكيكة وكان مرعوب من شيماء. تصدق يا عماد كل حاجة بقت غالية نار. اشمعنى يعني؟ اصلي جيت اشتري امبارح ب2 جنيه سم فران، الراجل قال لي مفيش غير ب5. انتي عاوزة سم ليه؟ علشان الفيران يا حبيبي. بقول لك ايه يا عمدة، صحيح ابقى خد السكينة الكبيرة بتاعة الذبح للراجل يسنها هي والسطور، احسن محتاجاهم ضروري. ليه يا شيماء؟ ليه؟ محتاجاهم في ايه بس؟ هحتاجهم قريب يا عمدة، ده احنا خلاص داخلين على العيد الكبير وهنضحي. شيماء سابت عماد مرعوب وخايف، أحسن تعمل فيه حاجة. شيماء راحت تاني يوم الشغل بدري، وجت نجلاء ولقيتها على المكتب. الجميل جاي بدري يعني؟ اهو من الزهق. وعملتي ايه مع عماد؟ شيماء قعدت تضحك لما افتكرت شكل عماد طول الليل وهو عمال يتقلب ومش عارف ينام. ابدا، خليته هو اللي يترعب وينهي العلاقة دي بنفسه، وانا معرفش حاجة. ازاي يا عروبة؟ هي 20 جنيه للواد هيثم وخليته يمارس هوايته اللي بيحبها، التمثيل، وقلت له يقول لابوه ايه وانا عملت الباقي. وحكت شيماء لنجلاء على كل اللي حصل. زمن يا نجلاء، زمن العماد بطيخة بقاله معجبين. يعني يا وكستي